السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل تحلية حلوة قوي وسهلة جدا جدا. وهي طاجن البطاطا. طاجن البطاطا من احلى الحلويات واسهل الحلويات اللي ممكن نعملها. هنا انا مقشره بطاطا ومقطعاها قطع زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها نص كوباية من السكر. ده حوالي يعني كيلو الا ربع من البطاطا. وحطيت شوية مية صغيرين جدا في حلة، يعني اقل من ربع كوباية كمان. واحطهم على نار هادية واغطي عليهم. وبعد كده هنكمل الوصفة زي ما انتوا شايفين. طبعا بنغسلها كويس، واول كده بنقطعها لازم نسويها على طول، ما ينفعش تسيبها علشان ما تسودش مننا زي البطاطس بالظبط. بعد ما استوت معانا، واهم حاجة تبقى نار هادية علشان ما تلزقش معانا في الحلة لان ما فيهاش مية. بعد ما تستوي معانا كده، يعني بصوا مش مستحملة المعلقة خالص. هحط عليها معلقة سمنة او معلقة زبدة، وهنهرسها بالمعلقة كده زي ما انتوا شايفين. هتتهرس معانا بسهولة، مش محتاجة هراسة ولا اي حاجة، بالمعلقة او بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنجيب طاجن ونحط فيه كده حتة سمنة بلدي او زبدة، وهنوزعها كده في القعر بتاع الطاجن علشان انا عايزاها تديني طعم حلو كده. البطاطا مع الزبدة او السمنة بتدي طعم حلو، حتة صغيرة جدا، يعني مش اكتر من معلقة صغيرة، على حسب بقى الكمية. على فكرة انا مش واخدة كمية البطاطا كلها اللي هي كيلو الا ربع، انا اخدت حوالي نصها يعني او اقل كمان. هناخد بقى البطاطا المهروسة اللي احنا هرسينها كده وهنسويها في الطاجن زي ما انتوا شايفين. حابين تحطوا عليها مكسرات زي ما تحبوا، اللي انتوا حابين تضيفوه عليها ضيفوه. هنسوي بقى كمية البطاطا كده على حسب بقى حابين سمكها رفيع او تخين. انا يعني ما كملتش الطاجن بصراحة، انا بحب سمكها رفيع. بعد ما سويناها بالشكل ده هنجيب قشطة اللي هي وش اللبن، هنحطه على وش البطاطا. حابين بقى تزودوا سكر، طبعا تدوقوا البطاطا بعد ما تستوي، بعد ما تتسلق هتشوفوا. لو حابين تزودوا سكر زودوا زي ما تحبوا. حطيت بقى هنا حوالي 4 معالق قشطة كده حلوين، وهنسويهم على الوش. يعني وصفة بسيطة جدا، يعني انتي لو عندك نص كيلو لبن في التلاجة وفي وش قشطة خديه، بس يعني مش اكتر من كده. وهنحطها في الفرن مشغلة هنا فوق وتحت. ممكن نشغل تحت شوية كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده نشغل الشواية عليها لغاية ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم والله احلى تحلية في الشتاء ومش مكلفة، يعني تقريبا سعر البطاطا والحاجات اللي عندك في البيت، انت مش هتحتاجي حاجة تانية. والبطاطا طبعا مش غالية يعني. الكيلو او الكيلو ربع من 10 جنيه. وما خدناش الكمية كلها زي ما قلت لكم. جربيه هيعجبك جدا جدا جدا، ومش هتبطلي تعمليه في الشتاء بالذات. بيدفي كده، بنبقى محتاجين اي يعني حاجة تدفينا وحاجة حلوة وفي نفس الوقت مفيدة. يعني البطاطا مفيدة جدا بصراحة. زي ما انتوا شايفين الوش المحمر ده من القشطة. طبعا مش حابين تحطوا قشطة ممكن تحطوا سكر، والسكر لما يتحط تحت الشواية يتكرمل، بس بصراحة القشطة بتعمل لها طعم حلو وبتطريها، يعني بتخليها حلوة قوي. ما تنسوش اهم حاجة الاشتراك واللايك، وسلام عليكم، باي باي.